السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، واسفه على التاخير، بس رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده هيكون عن روتيني الصباحي في الاجازه. هشارك معاكم النهارده كل التفاصيل اللي بعملها في يوم الصبح في الاجازه. بعمل ايه وازاي بستفيد من الوقت بتاع الصبح وبستغله ازاي، وفي نفس الوقت ازاي كمان بستمتع فيه. فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا الفيديو للآخر لو انتم مهتمين. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجة بقى يا بنات عملتها اول ما صحيت، يعني انا تقريبا صحيت الساعة 9. انتوا طبعا يعني حاولوا ان انتوا تصحوا بدري اكتر من كده عشان صلاة الفجر، يعني حاولوا ان انتوا تصحوا مثلا على ميعادها. ولو مش بتعرفوا يعني مثلا انتوا تصلوا الفجر وبعد كده ناموا، بس يعني المهم في المجمل حاولوا تصحوا بدري. اول حاجة عملتها صليت الفجر وقرأت الورد اليومي بتاعي. اول حاجه بقى يا بنات عملتها اني غسلت اسناني طبعا بعد الصلاه. آه، غسلت اسناني. اول حاجه استخدمت المعجون والفرشه، دول تقدروا تستخدموا اي نوع معجون تاني. لازم تغسلوا اسنانكم مرتين في اليوم، لان بجد يعني ده بيحافظ جدا على صحه الاسنان. وبعد كده بقى يا بنات عملت المورنينج سكين كير روتين بتاعي. بدأت استخدم الغسول ده من كلير سيل، تحفة جدا يا بنات. اصلا كنت عامله لكم عنه ريفيو في الفيديو اللي فات، روحوا اتفرجوا عليه هيفيدكم جدا. الغسول ده تحفة جدا. وبعد كده بعد ما استخدمته كده رطبت بشرتي بالكريم ده من ميلانسينول. كريم حلو جدا جدا، لو عايزين اعمل لكم عنه ريفيو اكتبوا لي تحت في الكومنتس. هو حجمه حلو جدا وترطيبه تحفة. لو عايزين عنه معلومات اكتر اكتبوا لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هعمل لكم عن ريفيو بالتفصيل وعن سعره وعن كل التفاصيل وتجربتي معاه كاملة. فبس يعني استخدمت الغسول ورطبت بشرتي، غسلت اسناني، واخيرا استخدمت الفازلين ده او يعني اي لب بالم عندنا نرطب بيها شفايفنا كده ترطيب خفيف اول اليوم. هو انا صراحة ما بستخدمش فازلين كل يوم الصبح عشان هو تقيل شوية، بس استخدمته. وبعد كده يا بنات كتبت التودو ليست بتاعتي. ممكن تكتبوها يعني من بالليل او اليوم بتاعكم الصبح. اكتبوا وحددوا كل المهام اللي انتوا عاوزينها عشان تكونوا عارفين انتوا عايزين تعملوا ايه في اليوم. تقدروا تكتبوا بالجاف او بالرصاص زي ما انتوا عاوزين، في ورقة او في النوت بوك بتاعتكم عادية جدا. بجد الموضوع ده بيفرق جدا في تنظيم اليوم، فلازم تجربوه. اكتبوا لي تجربتكم في الكومنتس تحت. ودي بقى يا بنات بجد حاجة من الحاجات اللي بجد ساعدتني اوي ان انا انظم وقتي وان انا اعرف انجز كل المهام مثلا، يعني اللي هي يعني انا بعملها في يومي. بس انتوا حاولوا ما تحطوش يعني حاجات كتير في يومكم، ما تزودوش عن 10 مهمات. وحاولوا تركزوا على المهام يعني الصعب تحطوها في الاول وتحددوا وقت معين لكل مهمة. لو عايزين يعني فيديو بالتفصيل عن تنظيم الوقت او كده اكتبولي في الكومنتس، وانا ان شاء الله اعمل لكم الفيديو ده على طول. وبعد كده بقى يا بنات يعني بدأت ان انا اسوي الأوضة بتاعتي او انضف البيت شوية. ما تستغربوش، يعني انا بحب مثلا ان انا اسوي او الحاجات اللي مثلا المكان اللي انا قاعدة فيه قبل يعني قبل يعني مبدأ ان انا انجز المهام بتاعتي. وبعد كده رحت عملت فطار خفيف ليا كده وسريع صحي. ممكن تفطروا مع عيلتكم او يعني تعملوا اي فطار انتوا بتحبوه. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بدأت امارس الرياضة. طبعا يعني تقدروا تعملوا مثلا اي تمارين انتوا بتحبوها. القناة دي اسمها مادلين، اللي هي التمارين بتاعت مادلين دي تحفة جدا جدا يا بنات. لازم بجد تعملوا معاها، هتحسوا جسمكم بيتغير كده وبيبقى شكله احلى، وتحسوا ان انتوا بقيتوا انشط. بجد القناة دي تحفة جدا. ممكن تسمعوا مع اي حد تاني انتوا بتحبوه، ويعني بتعملوا تمارين مختلفة في في ارمز، وفي مثلا ابس، وفي لور بادي، وفي مثلا وفي مثلا يعني upper body وكده. فانتوا تشوفوا التمارين اللي انتوا عاوزينها واعملوها. وبعد بقى كده يا بنات ما خلصت التمارين رحت عشان اقرا في الروايه دي اسمها حد دميانة. طبعا يعني انتوا هتستغربوا ان هي طالعه معايا فيديوهات كتير، بس بجد يا بنات تحفه 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 جدا. يعني هي من كتر جمالها بجد انا ممكن اعيدها يعني كذا مره تاني. من الكاتب اسمه اسامه عبد الرؤوف، برضو حلو جدا. بعدها بقى يا بنات اخدت بريك شوية، وبعد كده رحت اتعلم انجليش. باخد مع القناة دي شادوينج. لو مش عارفين يعني ايه شادوينج، يعني التكرار. هو هنا ان الحلو ان الفيديو زي ما انتم شايفين متقسم عندهم بارت 1 بارت 1 بارت 2 بارت 3. بارت 1 انتوا بتسمعوا مع الناس اللي بتقول المحادثة، وبعد كده
انتوا بتعملوا speaking practice by answering questions، يعني انتوا بتحلوا الأسئلة وبعد كده بتعملوا shadowing مع طرفين المحادثة. مرة بتعملوا shadowing مع الطرف الأولاني ومرة بتعملوا shadowing مع الطرف التاني. عندهم بجد يا بنات فيديوهات كتير ولكل المستويات. اكتبوا مثلا يعني shadowing English practice والمستوى بتاعكم مثلا A1 او B1 او B2 او كده، وهتلاقوا بجد يا بنات حاجات كتير جدا للشادوينج لكل يعني مثلا لكل المستويات. فبجد القناة دي حلوة جدا، وزي ما انتم شايفين الفيديو بجد عندهم متقسم حلو، وهو بيسيبوا وقت بجد يعني ان انتوا مثلا تحلوا الأسئلة او كده. فانا حاسة ان دي يعني قناة كويسة جدا للشادوينج مثلا لو انتوا كمان يعني مبتدئين. بعد كده بقى بنات رحت احفظ قرآن عشان عندي كتاب. طبعا يا بنات انتوا لازم تحددوا ليكم ورد يومي، حتى مثلا لو مش بتروحوا كتاب او كده، او تقروا يعني يوميا صفحة او اتنين، عشان بجد يعني انتوا بتاخدوا حسنات وفي نفس الوقت انتوا بتراجعوا وتحفظوا قرآن. فدي حاجة حلوة جدا. وحاولوا حتى مثلا يعني لو في الصيف ان انتوا تروحوا كتاب او كده، عشان في الصيف يعني احنا بنبقى عندنا معظم الوقت بتاعنا فاضي. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي افكاركم الجديدة وتضغطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، عشان عاوزين نكمل عشان عاوزين نكمل 2000 مشترك بسرعة. و... وبس كده. ولو عايزين بارت 2 اللي هيكون عن الروتين المسائي اكتبولي في الكومنتات. وشكرا، باي.